عيون السائق. شاهد الطريق كما يراه السائق. عندما تكون على الطريق، هل تفكر فقط في الوصول بسرعة؟ أم تفكر أيضا في سلامة كل من يشاركك الطريق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة عيون السائق، حيث نقرأ الطريق قبل أن نقطعه. فعندما نجلس خلف مقود السيارة، قد نشعر أحيانا أن الطريق ملك لنا، وأن علينا فقط الوصول إلى وجهتنا بأسرع وقت ممكن. لكن الحقيقة مختلفة تماما، فالطريق ليس ملكا للسائق، ولا للمشاة، ولا للدراجات، ولا للحافلات أو الشاحنات. الطريق ملك للجميع، وكل شخص يستعمله له حقوق وعليه واجبات. ولهذا السبب وضعت قوانين السير، ليس لتقييد الناس، بل لتنظيم حركتهم وحماية حياتهم. تخيل للحظة مدينة بلا إشارات مرور، ولا علامات تشوير، ولا احترام للأولوية. كيف ستكون النتيجة؟ ستسود الفوضى، وستصبح الحوادث أمرا لا مفر منه. لهذا فإن احترام الطريق يبدأ قبل تشغيل محرك السيارة. من هم مستعملو الطريق؟ مستعمل الطريق هو كل شخص يستخدم الطريق بأي وسيلة كانت، وأبرزهم السائقون بمختلف أنواع مركباتهم: المشاة، راكبو الدراجات الهوائية، راكبو الدراجات النارية، مستعملو وسائل النقل العمومي، الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون الكراسي المتحركة، مركبات الإسعاف والشرطة والوقاية المدنية أثناء أداء مهامها. كل هؤلاء يشتركون في نفس الطريق، ولكل واحد منهم حق يجب احترامه. احترام المشاة. المشاة هم الأكثر عرضة للخطر. قد ينجو السائق من حادث بسيط، لكن المشاة قد يتعرضون لإصابات خطيرة. لذلك يجب التخفيف من السرعة عند ممرات الراجلين، ومنحهم الأولوية عندما يفرض القانون ذلك، خاصة الأطفال وكبار السن. احترام راكبي الدراجات. راكب الدراجة لا تحميه هيكل معدني كما هو الحال في السيارة، لذلك يجب ترك مسافة جانبية آمنة عند تجاوزه، وعدم مضايقته أو إجباره على الانحراف. احترام الدراجات النارية. قد تظهر الدراجة النارية فجأة بسبب صغر حجمها، لذلك يجب دائما استعمال المرايا والانتباه قبل تغيير الاتجاه أو فتح باب السيارة. احترام سيارات الإسعاف والطوارئ. عندما تسمع صفارة الإسعاف أو ترى أضواء مركبة الطوارئ، تذكر أن هناك شخصا قد تكون حياته معلقة بكل ثانية. إفساح الطريق ليس مجاملة، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية. الطريق مدرسة للأخلاق. قد تفسح المجال لسيارة تريد الاندماج في السير، قد تتوقف ليعبر طفل الطريق، قد تصبر على سائق مبتدئ ارتكب خطأ. كل هذه التصرفات تعكس أخلاقك قبل أن تعكس مهارتك في القيادة. السائق الحقيقي لا يفكر فقط في حقه، بل يفكر أيضا في حقوق الآخرين. رسالة الحلقة: إذا احترم كل مستعمل للطريق الآخر، ستصبح القيادة أكثر أمانا وراحة للجميع. فالطريق لا يسأل عن منصبك، ولا عن نوع سيارتك، ولا عن خبرتك، بل يكافئ من يقوده بعقل واحترام ومسؤولية. وقبل أن ننهي هذه الحلقة، أترك لكم هذا السؤال: عندما تكون على الطريق، هل تفكر في الوصول بسرعة، أم تفكر أيضا في سلامة كل من يشاركك الطريق؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. كان معكم عيون السائق، شكرا على مشاهدتكم. الطريق بعيونك، قيادة بوعي وأمان.